السلام عليكم ورحمة الله، أموركم هانية. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أتم الصحة والعافية. نبداو الفيديو بالصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفية استخراج الزبدة البلدية واللبن البلدي من الحليب بواحد الطريقة اللي سهلة وزوينة. جربتها الصراحة عجباتني، قلت علاش لا ما نشاركهاش مع المتتبعات. ماشي كيف موالفين كيف كنخرجوا الزبدة البلدية. غادي نشوفوا معايا الطريقة وغادي نوريكم واحد الطريقة اللي تخليكم تخرج لكم الزبدة البلدية بكمية اللي كثيرة. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندي هنايا لتر ديال الحليب انا اللي استعملت ديال البقر، ده حليب بلدي ديال البقر. هنا لا جبتوه ملي كتشريوه صفيوه واحد الصفايه يكون عيونها رقاق، وصفيوه عاد وضعوه يروب. هنا عرفتوا مع دابا الحال بارد كتغطيو بواحد البطانيه ولا ديروه في شي بلاصه تكون سخونه في بلاكار باش يروب لكم دغيا. اما في الحال سخون راه دغيا كيروب. هنا راه ولا رايب، راه كيتكال هكا الا بغيت تاكلوه رايب باش تستخرجوا منه اللبن والزبده. هنا راه الزبده كتبان فتو تعزلات الفوق راه كتبان صفرة. هنا عندي انا لتر ديال الحليب كيف ما شفتوا، غادي يخرج ليا واحد الكميه اللي قليله ديال الزبده. غادي نوريكم في اخر الفيديو الا بغيتو تخرج لكم كميه كثيره ديال الزبده اشنو غادي نديروا. هنا غادي نمشي نجيب ان شاء الله الخلاط. غادي نخوي الريب في هذه الاله وغادي نطحنو. ملي كتبداو تطحنوا كتبان لكم ديك الطبقه ديال الزبده طلعت الفوق، صافي كنوقفوا. من الاحسن ما تستعملوش هاد الهشوه هذه. انا راه استعملتها غير مع الكاس بدا كيتهرس من التحت ديالو، بدا كينقط. داكشي علاش استعملتها، ولكن هذه ماشي عمليه اننا هذه كتطحنوا وكتوقفوا. اللبن كتبغي تبقى الماكينه الدور تبقى فيه شويه وتعاودوا تدوروها. واخا الخلاط كينقط من التحت غادي نخوي هاد الريب في الخلاط الكهربائي. هنا خويت الريب في الخلاط الكهربائي. صافي هنايا كتبقاو كطحنوا شويه، كتوقفوا الماكينه باش ما تسخنش وكتعاودوا تكملوا حتى كتبان لكم الزبده راه تجمعات الفوق. طريقه صراحه زوينه، عمليه، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. دغيا تكون لكم الطبقه ديال الزبده. وفي نفس الوقت لا كنتم مسالينش راه كتخدموا الاله وكتقضيو شغالكم حداها حتى كتجمع لكم ديك الزبده. الهاشواغ راه ما كنصحكمش بها، انا راه غير مع الخلاط كيف ما قلت لكم كينقط ليا من التحت. داكشي علاش درتها في الهاشواغ، لان الهاشواغ غير كطحنوا وكتوقفوا، ماشي بحال الكاس ديال الخلاط الكهربائي. هنا كيف ما شفتوا معايا الزبده راه بدات كتجمع دغيا، هي بدات كتجمع. هاي الزبده راه بدات دغيا في جوج ديال الدقائق كتبان لكم ديك الطبقه ديال الزبده الفوق. انا كنقرب لكم الكاميرا تشوفوا هاد الزبده راه بيضه ماشي صفرة، شي كتبان لكم اللون ديالها بحال هكا. هنا غادي نستمر، مازال غادي نطحن حتى تجمع ليا ديك الطبقه الفوق. هنا كيف ما شفتوا معايا تكونات الزبده فواحد الطبقه كتبان لكم الفوق. هنا راه الزبده دايبه مع يسخن الخلاط ودابت. الا بانت لكم الزبده دايبه كتزيدوا شويه ديال الماء يكون بارد من الثلاجه باش تجمع. انا ما بغيتش نزيد الماء. غادي نجيب هنا واحد الاناء فاش غادي نفرغها وغادي نوضعها في الثلاجه حتى تجمع ليا ديك الزبده ما تبقاش دايبه. عاد غادي نصفيها. هنا كيف ما شفتوا راه لا خرج ليا هاد الكميه هذه. وهنا وضعت اللبن في الثلاجه ولا كتخليوه غير فوق سطح العمل. راه دابا الحال بارد، لكن ما كتبغيت نصور الفيديو وضعته في الثلاجه غير شويه. هنا كيف ما شفتوا ما بقاتش ديك الزبده سايحه، تجمعات. عاد دابا غادي نجيب الصفايه باش غادي نصفيها. انا غادي نرجع هاد الخلاط باش غادي نصفي الزبده.
ما كتخرج واحد الكميه قليله. ليطر كيخرج، هذا تشوفوا معايا ليطر شحال خرج ديال الزبده. كاين اللهم بارك الحليب اللي تيخرج واحد الكميه اللي كثيره ديال الزبده، وكاين اللي لا كتخرج واحد الكميه قليله. غادي نوريكم الطريقه باش تخرج لكم الزبده كثيره. بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. هذه هي الكميه اللي خرجات ليا من الليطر ديال الحليب. هنايا بعد ما صفيتها غسلتها بالماء، وعاوتاني درت ليها الماء واحد اخر وشللتها باش ما يبقاش فيها اللبن. صافي هنا بعد ما غسلتها غادي نوضعها في واحد البواطه ديال الزاج. صافي هنا كتحتفظوا بها في المجمد، ما نحتفظوش بها في الثلاجه. كتبقى شي مده ديال 4 ايام ولا 5 ايام تقريبا في الثلاجه. كيتبدل لها المذاق، تولي بحال كتبغي تعطي ديك النكهه ديال السمن الحار. واخا ما كتكونش فيها الزبده، انايا راه ما وضعتش عفوا الملحه، انا ما وضعتش فيها الملحه. هنايا غسلتها وضعتها في بواطه غنحتفظ بها في المجمد. وهنايا باطر ديال الحليب خرجنا الكميه ديال الزبده والكميه ديال اللبن. جا خاتر وصراحه حلو وزوين، احسن من ديال الزنقه ما كتعرفوش يكون مغشوش. لا هو لا الزبده بلديه، من الاحسن تاخذوا الحليب وتصاوبوه في الدار. انا غادي نشارك معكم الفكره باش تخرج لكم الزبده كثيره. كيف ما شفتوا ليطر ديال الحليب خرج لي واحد الكميه قليله ديال الزبده. باش تخرج لكم كميه كثيره كتاخذوا الحليب. هنا من بعد ما كتشريو الحليب من طبيعه الحال يكون ديال البقر. هنا راه عندي ليطر خويته في هذه العلبه، غادي نوضعو في الثلاجه. كيف ما كنقولوا كضربوا عصفورين بحجر واحد. هنا الحليب غادي نستعملوه في نفس الوقت. هنايا من غنوضعوه في الثلاجه نهار الاخر كتلقاو داير واحد الطبقه صفراء الفوق، هذيك هي الزبده. كندير واحد المعلقه كنهزو ديك الطبقه من الفوق كنديروها في علبه ولا في قرعه وكنوضعوها في المجمد. فين ما كنجيبوا الحليب كنديروا هاد الطريقه، كناخذ ديك الطبقه حتى كتجمع لينا بزاف. كنجمع واحد الكميه اللي كثيره، عاد كنحيدوه من المجمد كنخليوه فاش بلاصه تكون سخونه حتى كيروب. كنزيدوا عليه شويه ديال الحليب كنخليوه حتى يروب. عاد كنديروا ديك الطريقه نديروه في الخلاط الكهربائي ونديروا كتخرج لنا واحد الكميه كثيره ديال الزبده. هي تحذف ليا المقطع. خديت ديك الطبقه كيف ما قلت لكم الصفراء اللي كتكون الفوق وحصرت بها في المجمد. عاوتاني ملي جبت الحليب مره اخرى خديت انا ديك الطبقه الفوقانيه الصفراء. من بعد زدتها شويه. كتبغيت نصور لكم الفيديو ما بقيتش جمعت كميه كثيره، جمعت انا غير شي 2 المرات تقريبا. صافي زدت واحد شويه ديال الحليب وخليت احتراب وطحنتها في الخلاط الكهربائي. هذه الكميه اللي خرجات ليا. هنا بعد ما طحنتها رجعتها للقرعه غير باش كانت دايبه باش تجمع راسها شويه في الثلاجه. هنا بعد ما صفيتها كيف ما شفتوا معايا خرجت ليا كميه كثيره اكثر من الكميه الاولى اللي خرجت ليا من ليطر ديال الحليب. هذه راه غير شويه، كيف ما شفتوا القرعه ما عامراش خرجت ليا هذه الكميه هذه. فكره صراحه زوينه. كانت قالت لي واحد السيده قلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هنا بقاو تجمعوا نتوما بزاف غتخرج لكم اكثر من هذه الكميه هذه. كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه. اللي وصلت حتى هنا في الفيديو ما تنسانيش من واحد اللايك غير للتشجيع فقط فضلا منكم وليس امرا. واللي عجبها المحتوى ديال القناه ديالي ما تنسايش اختي تشتركي في القناه وتفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد ديالها. شكرا على المشاهده ونتلاقاو ان شاء الله في اقتراحات جداد. مع السلامه.